أول مرة في حياتي أعدي حدود بلدين بالفيري بالباخرة، فتعالى أخدكم معايا بالإكسبيرينس دي. وده اليوم الرابع من سلسلة قضيت 10 أيام في 4 دول أوروبية، والنهاردة أنا في تالين في إستونيا، ودي دولة أول مرة أروحها، دي الدولة رقم 16 بالنسبة لي. أنا بجد ما كنتش مصدقة لما أصحابي قالوا لي إن الأوروبيين عادي بياخدوا الفيري دي فور فن، إن هو بيروحوا مثلا لإستونيا، بيروحوا للسويد كده من فنلندا فور فن ويرجعوا تاني عادي جدا، لحد فعلا ما شفت إن هو لذيذ قوي. أنا كنت حاسة إن أنا في مول إيه، أنا كنت حاسة إن أنا في مكان روش قوي، في مكان فانسي قوي، وما نمتش الا حرفيا ساعتين، بس انا كنت مبسوطه قوي. سافرت تتحرك دلوقتي من هلسنكي لاستونيا، دي واحده بجد من الاكسبيرينسز اللي مسكوش خالص في اوروبا. وبالمناسبه هو اصلا مش غالي خالص، انا فاكره ان التيكت يعني 10 ل 15 يورو من فنلندا لاستونيا. يا جماعه في شمس. كنت خلاص استونيا دولة صغيرة من دول البلطيق، هم أصلا 3 دول، هم صغيرين قوي يعني حرفيا. صاحبتي بتقول لي إن البلد كلها ممكن تتلف عادي جدا في 3 أيام، فهي دولة صغيرة قوي، بس أنا ستيل انبسطت فيها. هو عامة ملخص اليوم الرابع هو إن أحلى اكسبيرينس إن أنا أول مرة أجرب الفيري في حياتي، وإن الدنيا كانت بتمطر قوي، وإن أنا قعدت مع الهوست بتاعتي واتكلمنا. عملت لي بورش أوكراني ده الساور كريم، حبيت آكل معاها. ملخص يومي النهارده فعلا استونيا ان هي بتمطر يا جماعه الترام ده حلو قد ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتفرجوا على باقي الايام، وكمان تستنوا الايام اللي جايه عشان هروح دول مختلفه. شوفوا لقيت مين هنا، انا بحاول اخش. النهارده كان يوم خفيف في استونيا، بس بكره اللي هعمل فيه كل حاجه، وهقابل صاحبتي استونيه ما قابلتهاش بقالي سنه، كنت قابلتها في بروجكت تطوعي قبل كده. اشوفكم مسافرين مبسوطين، باي.